عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اهلا وسهلا بكل اخواتي اللي موجودين على القناة، اهلا وسهلا بكل اللي انضموا للقناة جديد. اهلا وسهلا، يا رب القناة تعجبكم. وعايزة اعرفكم بنفسي لكل اللي انضموا للقناة دي كل نبذة سريعة كده. انا مامة عمر، اسمي مروة، بقدم فلوجات، روتينات، بنقعد نهزر ونضحك مع بعض كتير. ان شاء الله القناة تعجبكم. والنهارده بقى نحضر غدوة جميلة جدا. عايزه اقول لكم كل ولادنا بيحبوها، واحنا كمان الكبار بنعشقها، مفيش حد بيختلف عليها خالص. يلا بينا مش هنتكلم كتير، يلا بينا نحضر الغدا مع بعض. بقى النهارده رز وملوخيه وفرخه. معايا هنا الملوخيه، ومعايا الرز والشعريه، ومعايا التوابل، ومعايا الفرخه. نحط كده الحله على النار. بحب طبعا انا اجيب حله كده على النار فيها معلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده. اضيف عليها الفرخه. الحله طبعا كده بالسمنه. اضيف عليها الفرخه تتشوح زي ما انتم شايفين كده. واضيف عليها بصلايه متقطعه، ورق لوري وزعتر، فلفل اسود، واقلبها. عايزه اقول لكم يعني لما بشوح الفرخه كده هو ببصل بتدي طعم جميل جدا. بشوحها بالبصل والتوابل بتاعتها والسمنه بتدي ريحه جميله. بصوا لونها ايه، خدت لون. انا قلبتها على الناحيه التانية خدت لون. هبدا بقى اضيف ميه مغليه من الكاتل. الشعريه بتاعتي اهي بحمرها. هعمل رز بشعريه. دي بحمر الشعريه، هسيبها كده تتحمر لحد ما تاخد لون ذهبي. الشعريه بتاعتي خلاص اهي قربت تاخد لون. انا بحب احمرها قوي علشان خاطر ما تفتحش. لما احط الرز هتفتح، فانا بحب احمرها اتك عليها شويه في التحمير. وادي هنا هو الفراخ اهي. نرجع هضيف الرز. بس واقلب بقى الرز بالشعريه كده اهو في السمنه يتشوح شويه كده، وبعد كده اضيف الشوربه. هنا الرز بتاعي اتشرب، كنت نسيت اضيف له الملح، هضيف له ملح. الله 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 على الريحه. عايزه اقول لكم ريحه الفراخ البلدي جميله. هضيف هنا ملح للفراخ. خلاص انا هطفي عليها. هنا بحمر الفراخ اهي، والرز اهو بيستوي. هحمر شويه لسان عصفور. بصوا درجه اللسان عصفور كده كويس. انا حمرته كويس جدا وخليته غامق كده عشان خاطر لما بينزل في الشوربه بيفتح. معايا هنا الطشه. هعمل الطشه بتاعت الملوخيه. معايا سمنه وكزبره ناشفه وثوم. الفراخ المحمره اهي جاهزه معايا، والملوخيه والرز. اكله جميله وبتفتح النفس، والزيتون واللسان عصفور. اكله مفيش اسهل من كده، وكل ولادنا بيحبها، الكبار والصغيرين بيحبوها وبيعشقوها جدا. اللسان عصفور والملوخيه والرز والفراخ المحمره. بألف هنا وشفا لكل اللي هيتغدى. تعالوا اتفضلوا اتغدوا معانا.
أكلة مصرية أصيلة، الرز والملوخية واللسان عصفور والفراخ. ممكن بقى التقديم ده بتاعك انتي، ممكن تغرفيها كده على طبق رز كده هون وعليه الملوخية والفرخة وبألف هنا وشفا. التقديم ده بتاعك انتي زي ما انتي ايه عايزة وحابة.